السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زمان لما السوشيال ميديا طلعت كانوا بيقولوا دي وسيلة للتواصل، وسيلة نقرب بيها من بعض، نعرف اخبار الناس، نضحك، نتبسط، نتبادل ثقافات. دلوقتي بقت وسيلة للمقارنة، بقت ساحة لعرض اسرار البيوت ونشر الفضايح. تفتحي الفيس تلاقي واحدة كاتبة جوزي ضربني، او واحد بيقول طليقتي مبهدلاني في المحاكم وحرماني من ولادي، او واحدة منزلة صورة لهدية فخمة او رحلة او اكل غالي في مطعم شيك. اكلنا نقول اكلنا، اتخانقنا نقول اتخانقنا، ناقص لو دخلنا التويلت نقول كمان. بصراحة حاجة بقت تكسف وتقهر، بدل ما كانت مواقع للتواصل والتقارب بقت مواقع للتلقيح ونشر الفضايح. وبدل ما كانت مكان بنرتاح فيه بقى مكان بيوجع من اللي بنشوفه وبنقراه. بقينا في عالم بنتقن فيه التلميح مش التصريح، بقينا بنستخدم الكلمات زي السكاكين نغرسها في بعض من ورا شاشة واحنا مبتسمين. انا مش بقول ما تفرحوش ولا ما تشاركوش فرحتكم ونعم ربنا ليكم، بس نصفي النية. خلي بوستاتك صدق مش سلاح، وخلي كلمتك تواسي مش توجع، لأن في الآخر السوشيال ميديا مش لازم تبقى ساحة مقارنة ولا منافسة ولا نشر الفضايح وأسرار البيوت. ممكن تبقى مكان حقيقي نشارك فيه اللي جوانا بصدق مش استعراض. دمتم بخير، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.